السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنشر المزيد. من المتوقع أن تشهد المملكة المغربية تقلبات جوية مهمة ابتداء من يوم الجمعة، وذلك بفعل منخفض جوي عميق قادم من أوروبا، ويستمد المنخفض قوته من تيار هوائي بارد ورطب ذي منشأ قطبي، مما سيؤدي إلى تساقطات مطرية غزيرة ورياح قوية على العديد من مناطق المملكة. ومن المتوقع أن تكون الشمال الغربي هي المنطقة الأكثر تأثراً بالمنخفض، حيث ستشهد أمطاراً غزيرة قد تصل كمياتها إلى 150 ملم في 24 ساعة، والسواحل الشمالية ستشهد أيضاً أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية، مع احتمال تشكل السيول وجريان مفاجئ للأودية الجافة. وكذلك الريف والأطلس والسهول المجاورة ستشهد تساقطات مطرية قوية، مع احتمال تساقط الثلوج على المرتفعات التي تزيد عن 1700 متر. والسواحل الأطلسية ستشهد هذه المنطقة أمواجاً عاتية قد تصل إلى 5 أمتار. ومن المتوقع أن تكون الرياح قوية على طول الساحل الأطلسي، حيث ستتراوح سرعتها بين 65 و90 كيلومتر في الساعة، ومن المرجح أن تتجاوز سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة على سلسلة جبال الريف والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط.